عجانه ومفرمه لحمه وخلاط في قطعه واحده ببساطه. ده عجان 3 في 1 ولكنه خطير. تعالوا نجربه مع بعض. يا نهار ابيض، ايه ده كله؟ تعالوا بقى نشوف العجان مع بعض. وبصوا قد ايه ما شاء الله الحله 10 لتر. عايزه اقول لكم انا عندي كذا عجان بس ده اكبر حله شفتها. وبعدين في ميزه حلوه جدا، بصوا عشان تخلعوه معاناه. ده علشان ما يجريش مننا. بص، يلزق في الرخامه او في الترابيزه وانت شغال. طبعا بيجي مع العجان اللي بنجي بيه ده معدن اهو. وادي كمان العجان وكمان مضرب البيض. ده مكان علشان شفشق الخلاط. شفشق الخلاط ده ضد الكسر، وده بيشيل 2 لتر ما شاء الله. وسموزي حط فيه التلج. هنا بقى بنحط مفرمه لحمه ونعمل بيها الممبار. طبعا ليها هنا الاجهزه بتاعتها، وكمان نعمل بيها البسكوت بتاع العيد، ودي حاجه مهمه جدا اهي. بنحطها في المفرمه دي. المفرمه دي بتتحط فين؟ هنا. وبعدين عندنا هنا وشوش، 3 وشوش للمفرمه، ناعم وخشن وناعم جدا. 3 وشوش للمفرمه دي. حطي الشكل اللي يعجبك. واحنا بنفرم اللحمه دايما بنحط دايما اوسع حاجه اوسع حاجه، وبعدين نصغر بعد كده عشان تبقى تسهل معاكي فرم اللحمه. تمام. ونروح داخلين بقى هنا كده اهو. تمام. ونحط الطبق بتاع المفرمه اهو عشان نحط اللحمه ونحط اي حاجه فيها. هنا بقى زي ما قلت لك احنا ممكن كمان لو عوزنا نعمل الممبار بنشيل بقى الوش ده ونحط مكانه بتاعه الممبار دي. تمام. وهنا دي بتاعه الكوبيبه. ده طبعا علشان وش العجان، لا عشان دي ما ينطرش منك بحط لك دي عشان ما تبهدلكيش الدنيا. وكده اتعرفنا بقى على الوحش ده، ويلا بينا نجرب العجان. كده عملنا احلى عجينه بسكوت في اقل من دقيقه. ويلا بينا بقى نشكل البسكوت. كل الاشكال زي ما انتم شايفين. وهنقطع اللحمه قطع صغيره. طلعت قماش. ويلا نطلع احلى ليمون نعناع. بس كده. وكل ده من رافال. رافال بيقدم لك 3 اجهزه في جهاز واحد. يعني مش هتكركبي مطبخك. اي عروسه عايزه تجيب اجهزه كتير جدا هتجيب رافال معاها 3 اجهزه. وكمان لو قلتي انا تبع الشيف نجلاء هيدوكي هاند بلندر هديه. وكمان ايه ده عليه ضمان 2 سنين وكمان صناعه مصريه. واستنوني فيديوهات جديده. يلا بينا.